هجوم كبير جدا على احمد سيد زيزو لاعب النادي الاهلي مره تانية، وذلك بعد نهايه عقده طبعا. وشفنا الهوجه الكبيره جدا اللي كانت على زيزو فيه والهجوم الكبير، ومره تانية رجعنا لنفس الكلام تاني. زيزو قدم لاتحاد الكره شكوى ان هو راجل بيطالب بمستحقاته، بيقول ان انا ليا 82 مليون جنيه عند نادي الزمالك. نادي الزمالك بيقول تقريبا ليه ان هو 20 مليون، مش عارف مخصوم منه ايه قيمه الاعلانات. طيب، هل الراجل الموضوع سهل وبسيط؟ الراجل مقدم ان هو انا ليا 80 مليون جنيه عند نادي الزمالك او 82 مليون جنيه. اداره نادي الزمالك تطلع الفواتير او تطلع الشيكات اللي الراجل بمقتضاها اخذ مستحقاته، والموضوع يخلص مع محامي اللاعب او ما ينوب عنه في القصه دي. لكن انا وجهه نظري، نادي الزمالك مش عايز يدفع مستحقات لزيزو، بيحاول ان هو يضايق احمد سيد زيزو. وانا شايف ان هو مش وقته، لان هو زيزو لو اتخذ الشكوى ويقدم شكوى بعد كده للفيفا والكلام ده، هيحصل زي ما بيحصل مع كل اللاعبين اللي اخذوا حقوقهم. صحيح ممكن تغيب سنة واثنين وثلاثة، ولكن في النهاية اكتر من لاعب شفناه عمل ايقاف لنادي الزمالك واكتر من مدرب، وفي النهاية نادي الزمالك بيضطر ان هو يدفع الفلوس دي، بل على العكس تماما، بيدفع الفلوس دي وبيدفع غرامات وتأخيرات والكلام ده كله. يبقى من الأولى إن الموضوع ده يخلص. إدارة نادي الزمالك عملت موضوع محترم جدا، والراجل جون إدوارد اللي ماسك الملفات كلها وبيدير ملف الكرة في نادي الزمالك حاليا، شكله شغال كويس قوي، وشكله الراجل عايز يعمل فرقة كرة محترمة قوي، وتجديد دماء لنادي الزمالك، وعودة الهوية مرة أخرى للاعبين، عشان نشوف نادي الزمالك يرجع ينافس على البطولات مرة تانية. ده موضوع ممتاز جدا، ومن الواضح ان هو بيسير على خطى ثابتة لنادي الزمالك. هيبقى في مجموعة زي ما سمعنا من الصفقات، فمش عايزين بقى يعني يأثر ملفات أخرى على هذا الموضوع. أنا لما ما ادفعش فلوس اللعيبة، واللعيبة اللي موجودة حاليا تحس إن في لعيبة تانية بقى مقدمة شكاوي في النادي والكلام ده كله، كل ده هيأثر على اللاعبين. أتمنى إن إدارة الزمالك تسند هذا الموضوع لجون إدوارد، تقول له شوف لنا موضوع زيزو ده وخلص هنا. هو الراجل مثلا لو قلنا المبلغ كبير، او ان فعلا زيزو ليه 80 او ليه 70 او ليه 60 او ليه 50، برضه ده مبلغ كبير جدا على نادي الزمالك في الوقت الحالي. ولكن في تسويات كتير جدا. شفنا نفس الموضوع كده، موضوع كولر كده مع النادي الاهلي. راجل مشي من النادي الاهلي ليه مستحقات وليه عقد موسم مع النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي ماشي بالملف تفاوض، وفي نفس ذات الوقت الراجل بيوصل له شهريا المرتب بتاعه، يعني مفيش مشكله. كذلك حتى نادي الزمالك يقدر ان هو يخلص ملف زيزو. خلاص، موضوع زيزو انتهى مع نادي الزمالك. مشيانه زعل جمهور نادي الزمالك، زعل إدارة نادي الزمالك، زعل محب زيزو نفسه، وزمايله في نادي الزمالك كمان زعلوا، ولكن خلاص الموضوع عدى وفات.